بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في صفحتكم كلام في الكورة. النهاردة هنتكلم عن مباراة ماراثونية ومثيرة وممتعة جدا جمعت بين فريقين النادي الأهلي ونادي بيراميدز في إطار نهائي كأس مصر، وانتهت بفوز النادي الأهلي على نادي بيراميدز بهدفين مقابل هدف. وألف مليون مبروك للنادي الأهلي الحصول على بطولة كأس مصر للمرة 38 في تاريخه. وهارد لك لنادي بيراميدز الطموح اللي عمل مباراة كبيرة جدا بصراحة. هنتكلم اول حاجه عن سير المباراه وعن الاداء للفريقين والتشكيل للنادي الاهلي والتغييرات اللي اجراها مارسيل كولر في المباراه ونجوم اللقاء من وجهه نظري. وهنشرح الاهداف وتحركات اللاعبين. هنتكلم اول حاجه عن التشكيل اللي بدا بيه النادي الاهلي بدا لعب المباراه بطريقه 4-3-3. محمد الشناوي في حراسه المرمى، قدامه اربع مدافعين، رامي ربيعه وعبد المنعم قلبين دفاع، على اليمين محمد هاني، على اليسار علي معلول. قدامهم ثلاثة نص ملعب، مروان عطية وعمرو السولية وحمدي فتحي. قدامهم ثلاثة على اليمين بيرستاو، وعلى اليسار حسين الشحات تحت مهاجم صريح محمود عبد المنعم كهربا. المباراة بدأت الشوط الأول كله يعني اللعب كان محصور بين الفريقين في نص الملعب، كل فريق واخد حذره من الفريق التاني، وكل فريق بيلعب باحترام للمنافس، وكل فريق يعني خايف يدخل فيه هدف في بداية المباراة من الفريق التاني. وكان شوط ما فيهوش خطورة يعني إلا قليل خالص. في كورة للنادي الأهلي كده عن طريق كهربا، وكورة لنادي بيراميدز عن طريق عبد الله السعيد. ممكن تكون دي الفرص اللي فيها حتى ملامح بس للخطورة كده في الشوط الأول، ولكن ما فيش الخطورة الحقيقية على المرمى. اللعب كان محصور في وسط الملعب. نادي بيراميدز النادي الاهلي ماسك كوره، ونادي بيراميدز يعني قافل دفاعه ونص ملعبه بشكل جيد جدا الحقيقه. واللعب كان محصور ما بين وسط ملعب الفرقتين الصراحه، وانتهى الشوط الاول بنتيجه التعادل السلبي بدون اهداف. بدا الشوط الثاني النادي الاهلي هو اللي مسك كوره بقى وضغط وعايز يسجل هدف على طول في بدايه الشوط الثاني، ولكن نادي بيراميدز تماسك جدا دفاعيا وقافل نص ملعبه بطريقه روعه الروعه الصراحه. حتى لغايه ما جت الدقيقه 72 او 73 تقريبا من عمر المباراه، خطف نادي بيراميدز هدف اول بكرة ملعوبة من فاول ورأسية جت في العارضة وارتدت للاعب المغربي وليد القرطي، سجل الهدف الأول لنادي بيراميدز وتقدم نادي بيراميدز بالهدف الأول. بدأ من بعد الهدف ده بتاع نادي بيراميدز النادي الأهلي بدأ يكثف محاولاته، بدأ يضغط على نادي بيراميدز هجوميا عشان مفيش شيء يبكي عليه. النادي الأهلي عايز يسجل هدف التعادل على طول، لغايه ما سجل هدف التعادل من كوره ملعوبه بالونيه من حسين الشحات، وصلت لياسر ابراهيم واخطاها الشناوي وارتدت وراحت لمحمود عبد المنعم كهربا، سجل هدف التعادل للنادي الاهلي عشان تكون المباراه 1-1. اللعب بدأ يعني كل فريق عايز يخطف ويسجل هدف، وكان في فرص خطيره كتير، لكن في نفس الوقت برضه كان في حذر. يعني نادي بيراميدز جات له كوره في منتهى الخطوره، آه، طلعها على مرتين علي معلول وحمدي فتحي من على خط المرمى، كرة على مرتين في منتهى الخطورة لنادي بيراميدز. والنادي الاهلي برضو بدأ يمسك كرة وعايز يضغط، عايز يخلص المباراة من الوقت بدأ يضيع من الشوطين الأصليين للمباراة، لكن لن يستطيع. وانتهت المباراة في الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، واحتكم الفريقين للذهاب لأوقات إضافية. بدأ الوقت الإضافي النادي الأهلي ضاغط، النادي الأهلي عايز يسجل هدف التاني ويخلص عشان ما يروحش ضربات جزاء. ونادي بيراميدز برضو اللي هو بيلعب قافل دفاع منطقة، قافل الدفاع وقافل نص الملعب وعايز هو يجازف ويخطف هو برضو المباراة. الفريقين كانوا صراحة مش عايزين يروحوا لضربات الجزاء يعني، واللي يسجل هدف يعني يكاد يكون المباراة خلاص بتاعته، لغاية ما النادي الأهلي سجل هدف حلو قوي ملعوب عن طريق حمدي فتحي، بينية حلوة قوي من حسين الشحات، عملها بمنتهى الروعه لحمدي فتحي وسجل منها الهدف الثاني. ثم نادي بيراميدز بدأ طبعا ما فيش شيء يبكي عليه، يهاجم وعايز يسجل التعادل على طول، لغايه ما جت له كوره حلوه قوي عدت من الشناوي بغرابه وانقذها حسين الشحات احد نجوم المباراه، لو مش هو نجم المباراه الاول من وجهه نظري، من على خط المرمى. ونادي بيراميدز هو اللي مسك كوره وهاجم، وكاد ان يسجل هدف التعادل في كذا كوره. وتم طرد لاعب محمد عبد المنعم في اخر دقائق الوقت الاضافي، وده كان حمل زياده على دفاع النادي الاهلي.
وكان ضغط كبير. ده غير الضغط اللي نادي بيراميدز كان ضغط النادي الاهلي فيه طول المباراه، لغايه ما انتهت المباراه بفوز النادي الاهلي 2-1. التغييرات اللي اجراها النادي الاهلي كان فيهم التغييرين اضطراريين للاصابه. خرج رامي ربيعه بعد اول ربع ساعه من المباراه ونزل ياسر ابراهيم، وخرج عمرو السولية ايضا للاصابه ونزل محمد مجدي قفشه، وخرج كهربا ونزل اليو ديانج في الشوط الثاني الاضافي بعد الهدف الثاني عشان يامن نص ملعبه. وخرج بيرستاو عشان ينزل محمد شريف، وبالتالي كده محمد شريف هو المهاجم الصريح للنادي الاهلي، وحسين شحات رجع مركزه باك يمين، واستخدم قفشه في مركز الجناح الايسر. ونجوم اللقاء بقى من وجهة نظري حسين شحات طبعا نجم المباراة الأول، شارك في اللعبتين اللي جم منهم الهدفين، وأنقذ هدف مؤكد من على خط المرمى للنادي بيراميدز. وأيضا مروان عطية كان ماسك نص الملعب حلو قوي، وقاطع للكرات بطريقة خطيرة جدا، وممرر كويس قوي للأطراف عند النادي الأهلي. كان بيعمل تمريرات بينية حلوة قوي لأطراف النادي الأهلي طول المباراة، وكان أحد نجوم المباراة أيضا من وجهة نظري. وحمدي فتحي وكل لعيبة النادي الأهلي كانوا رجالة النهارده، وكانوا يستحقوا الفوز ويستحقوا البطوله، وفرحوا جماهيرهم. والف مليون مبروك للنادي الاهلي مره ثانيه الفوز بالبطوله، وهارد لك للنادي بيراميدز، وبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في القادم، سواء في الدوري العام او بطوله دوري ابطال افريقيا. وكان معكم محمد هشام كلام في الكوره. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.